أكتب هذا رداً على الفريق الرائع في قناة عفرين 366 على يوتيوب، الذي أعد مقطع فيديو يستكشف فيه الموقع الغامض لنبي هوري في شمال عفرين هوري. أود أن أشكر عفرين 366 على صنع هذا الفيديو. إنه يظهر نبي هوري بطريقة قريبة وشخصية لم أتمكن من رؤيتها من قبل، ويمكنكم مشاهدة الفيديو على موقع يوتيوب. في الفيديو عبر مقدم قناة عفرين 366 عن أسفه لأنه لا يعرف كل شيء عن المواقع التي يزورها، ودعا مشاهديه لتقديم المزيد من المعلومات. شكرا لك يا أخي على هذه الدعوة. لقد أردت الكتابة عن نبي هوري منذ فترة طويلة، ويشرفني أن أنتهز هذه الفرصة لكتابة تاريخ هذا المكان المميز للغاية. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام حول نبي هوري هو أنها كانت ذات يوم عاصمة لعفرين، بالإضافة إلى كونها منطقة أكبر بكثير مما هي عليه عفرين اليوم. ومع ذلك لا يعيش هناك شخص واحد الآن. كانت نبي هوري مكانا تصنع فيه القوانين والأديان والتاريخ، وحتى اليوم لا تزال الكلمات والأفعال التي قام بها سكان نبي هوري السابقون محل نقاش. وقد كتب ثيودوريت أسقف غورش اللاهوت المسيحي المبكر في نبي هوري. وكان هناك أيضا رجل أعلن نفسه إمبراطورا لروما، وهو أفيديوس كاسيوس الذي ولد في كورش. كم هو غريب ألا تكون هذه المدينة التي كانت رئيسة في يوم من الأيام مجرد قرية اليوم، كيف اختفى مكان بهذا التأثير تماما؟ البدايات اليونانية. كيروس. لنبدأ قصة نبي هوري مع اليونانيين، لأن هذه هي أقدم نقطة في تاريخ نبي هوري عثر فيها علماء الآثار على أدلة على وجود سكان يعيشون هناك. أشك في أن الناس كانوا متواجدين في منطقة نبي هوري قبل اليونانيين، ولكن لا توجد أدلة تثبت ذلك. وقبل أن تعرف باسم نبي هوري، أطلق عليها اليونانيون اسم كيروس نسبة إلى مدينة تحمل الاسم نفسه في شمال اليونان اليوم. من الناحية العرقية ما نعرف أي نوع من الناس عاش في كيروس، ولكن من المرجح أنه كان خليطا من المستعمرين اليونانيين والسكان الأصليين المتحدثين بالأرامية. ربما كان المتحدثون بالأرامية من بقايا الحثيين واليوسفستشي والحوريين وغيرهم من شعوب العصور القديمة. تأسست كيروس حوالي عام 301 قبل الميلاد، بعد أن سيطر اليونانيون على المنطقة. وكان تأسيس كيروس مختلفا عن كل قرية وبلدة أخرى في عفرين تقريبا، فمعظم القرى الأخرى في عفرين نمت طبيعيا، حيث بدأت غالبا كملاجئ في الكهوف مع استقرار العائلات حول مصدر للمياه مثل نبع أو بئر قديم. ومع ذلك بدأت كيروس كمدينة مخططة متجاوزة مرحلة القرية والبلدة منذ اليوم الأول. وعلى حد علمي فإن الاستثناءات الوحيدة لذلك كانت جندرس، وهي مدينة أخرى خطط لها اليونانيون، ومدينة عفرين التي خطط لها الفرنسيون. كان المخطط الأصلي لمدينة كيروس ومدينة جندرس الشقيقة متشابها، حيث استخدمت جميع المستعمرات اليونانية مخططا مشابها يسمى المخطط الهيبودامي. وبعد مرور 2200 عام على اليونانيين، استخدم الفرنسيون نفس النوع من المخطط القائم على النظام الهيبودامي لإنشاء مدينة عفرين. وكان المخطط الهيبودامي عبارة عن مخطط شبكي بشكل أساسي مع جادة رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب. منذ البداية كانت كيروس مركزا عسكريا وسياسيا مهما لليونانيين، فضلا عن كونها عاصمة للمنطقة. وقد وقعت العديد من الأحداث التاريخية في كيروس وحولها خلال العصر اليوناني، ولكن مثل مراهق ينمو ليصبح شابا يافعا، فإن الأحداث الأكثر إثارة للاهتمام في كيروس حدثت بعد أن نضجت المدينة. في نقاط مختلفة من هذا المقال أود أيضا أن أدرج ما كتبه الدكتور محمد عبد علي عن نبي هوري، والدكتور علي هو مؤرخ وابن منطقة عفرين. وقد وجدت أنه غالبا ما يكون قادرا على تقديم معلومات أكثر تفصيلا من الباحثين من الخارج الذين ليسوا مرتبطين بالمنطقة مثله. ملاحظة وفقا للدكتور محمد عبد علي: تشير المصادر التاريخية إلى وجود مدينة في هذا الموقع قبل الاستعمار اليوناني يعود تاريخها إلى العصر الحوري القديم. ويشتق اسم المدينة من الشعب الحوري السمي الذي يسكن الجبال هوري، وهم الأسلاف التاريخيون الأكراد ومؤسسو الإمبراطورية الميتانية الحورية. ويدعم هذا التأصيل اللغوي مواقع قديمة أخرى في المنطقة تحمل الاسم نفسه، مثل جبل الحوريين جاي هوريا، ومغارات الحوريين شكفتينا هوريا بالقرب من قرية جويب، بالإضافة إلى جبل هاوار الذي يرتبط اسمه لغويا بالحوريين.
العصر الروماني الذهبي. غورش لحوالي 250 عاماً حكم اليونانيون كيروس في ظل إمبراطورية ضخمة تسمى الإمبراطورية السلوقية. ازدهرت الإمبراطورية السلوقية أولاً وامتدت عبر تركيا وسوريا والعراق وإيران وصولاً إلى الهند وأفغانستان، ثم تقلصت حتى أصبحت كيروس واحدة من آخر مدن الإمبراطورية. وعندما تلاشت الأجزاء الأخيرة من الإمبراطورية السلوقية كفقاعات الصابون، استولى الأرمن على كيروس، ثم الرومان، ثم الإيرانيين، وأخيراً الرومان مرة أخرى. وفي النهاية انتصر الرومان في معركة شهيرة ضد الإيرانيين في جندرس، وبسطوا سيطرتهم على كيروس عام 38 قبل الميلاد. وكتب الرومان اسم المدينة بأحرف لاتينية لتلفظ غورش، وواصلوا السيطرة عليها لمدة 700 عام أخرى. في البداية لم يتغير الكثير في غورش، فالرومان أيضا تحدثوا اليونانية، وكان لديهم أديان يمكن أن تتماشى بسهولة مع أديان السكان الأصليين، وحافظوا على أسلوب مماثل في تخطيط المدن. وكان التغيير الكبير لغورش تحت حكم الرومان هو نموها. خلال العصر الروماني نمت غورش من مدينة ذات شارع رئيسي يمتد من الشمال إلى الجنوب إلى مدينة أكثر دائرية تمتد أيضا من الغرب إلى الشرق. وبعبارة أخرى، تحولت من مراهق نحيل وطويل القامة إلى شاب ممتلئ الجسم. عملت غورش كقاعدة عسكرية مهمة أمنت حدود روما الشرقية، وجلب هذا الأمن العسكري الازدهار لعفرين، وسمح للمنطقة بأن تصبح مركزاً لإنتاج زيت الزيتون والفاكهة والنبيذ. وفي ظل الأمان الذي وفرته غورش، تمكن المزارعون من الاستفادة من مناخ عفرين الفريد، ثم نقل محاصيلهم إلى مدينة أنطاكية القريبة، حيث كانت تصدر عبر العالم الروماني وما وراءه. وقد سمح الاستقرار وشبكات التجارة المرتبطة بمدينة غورش لعفرين بالدخول في حقبة من الازدهار لم تتكرر بعد، حتى إن غورش سقط عملتها الخاصة خلال هذه الفترة، والتي لا تزال متداولة في مجموعات المتاحف في جميع أنحاء العالم، من لندن إلى باريس ونيويورك. ومع ازدهار اقتصاد غورش، ازدهرت هندستها المعمارية أيضاً، مما أدى إلى نشوء المعالم الرومانية التي تميز غورش حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، بني مسرح غورش الروماني الشهير حوالي عام 150 ميلادياً، ويبلغ قطر هذا المسرح حوالي 100 متر، مما يجعله ثاني أكبر مسرح روماني في سوريا بأكملها. وكان المسرح يحتوي على مقاعد من الحجر الجيري الأبيض ومداخل جانبية مقببة، والمفضل لدي مقاعد مجهزة بمساند أذرع منقوشة بالدلافين وأسماء المتفرجين. إلى جانب المعالم الأثرية، كان الفن الراقي أيضا ركيزة أساسية في هذا العصر. على سبيل المثال، كانت بقايا معسكر عسكري روماني من ذلك الوقت تضم مقر قيادة مرصوفا بفسيفساء رائعة، كما اكتشفت فسيفساء ورسومات جدارية أخرى في غورش ونبيهوري عام 2008 تعود إلى أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث الميلادي، وكانت تضاهي جودة الفسيفساء والرسومات في مدينة أنطاكية الرومانية الكبرى. باختصار، يمكننا أن نشير من خلال صك العملات المعدنية، وثاني أكبر مسرح في سوريا بأكملها، والأعمال الفنية عالية الجودة، أن غورش لم تكن منطقة ريفية نائية على الإطلاق رغم مظهرها اليوم. ملاحظة وفقا للدكتور محمد عبد علي، تحت الحكم الروماني كانت غورش بمثابة قاعدة ليس فقط للفرقة العاشرة فريتنسز، بل وأيضا للفرقة الرابعة فلافيا. وعلاوة على ذلك، تشير المصادر التاريخية إلى أن القبر البرجي السداسي الشهير جنوب نبيهوري بني في الأصل كقبر ضابط عسكري روماني، وليس لشخصية دينية. غورش المسيحية هاجيوبوليس في عام 256 ميلادي. اختفت غورش من المصادر المكتوبة، ويرجع هذا بشكل شبه مؤكد إلى حملة عسكرية إيرانية ساسانية اجتاحت المنطقة. ومن المثير للاهتمام أنه لا توجد علامات تشير إلى تعرض غورش لهجوم خلال هذا الوقت. على سبيل المثال، لا توجد طبقة رماد في غورش من هذه الفترة، وهو ما يكون نموذجيا لمدينة تعرضت للهجوم. قد يكون نقص التاريخ المكتوب ناتجا ببساطة عن هجر غورش بينما كان الرومان والساسانيون يتقاتلون في عفرين. ومع ذلك، لم تكن هذه نهاية الأوقات الجيدة للمدينة. بعد انتهاء القتال، عاد الناس إلى غورش،
وبدأت المدينة في النمو كمركز للمسيحية. ووفقا للتقاليد المسيحية المحلية، استشهد القديسان الطبيبان قزما ودميان في عهد الإمبراطور ديوكليتيانوس عام 303 ميلادي، ودفن خارج أسوار مدينة غورش. ومن المفارقات أن إعدام هذين المسيحيين حول غورش إلى موقع حج مهم، ونمت المدينة من هناك فقط. وبين عامي 423 و 457 ميلادي، خدم اللاهوتي الشهير ثيودوريت أسقف غورش مشرفاً على أبرشية تضم أكثر من 800 كنيسة في منطقة عفرين الكبرى. شهد غورش فترة أخرى من البناء والتجميل في عهد الإمبراطور جوستنيان بين عامي 527 و 565 ميلادية، واتخذت الاسم الجديد هاجيوبوليس، أي المدينة المقدسة. وأعيدوا بناء التحصينات والبوابات والمباني العامة باستخدام حجارة البناء المنحوتة، وهي طوب حجري كبير، وهو ما خلدته نقوش تكرس هذا العمل للرومان المشهورين في ذلك الوقت. في بحثي وجدت 4 كنائس اكتشفت في هاجيوبوليس ونبيهوري من هذه الفترة، لكنني على يقين من وجود أكثر من ذلك بكثير هناك. أولاً، الكاتدرائية، وهي بازيليكا مربعة كبيرة تبلغ أبعادها 41 متراً في 23 متراً، تتجه نحو الشرق، محمية بسياج مستطيل ومجهزة بأعمدة مخددة. ثانياً، بازيليكا الأعمدة، وتقع على الجانب الشرقي من الشارع الرئيسي، وتبلغ أبعادها 57 متراً في 25 متراً، مع 3 أجنحة ودير جنوبي. ثالثاً، الكنيسة الواقعة شرق المسرح، وبنيت على طول الشارع الرئيسي متجاوزة على الأروقة الرومانية القديمة. رابعاً، مصلى القلعة، وهو مصلى صغير يبلغ طوله 10 أمتار وعرضه 5 أمتار، مبني من الحجارة غير المنحوتة مع صحن مستطيل ومحراب شرقي. ملاحظة وفقاً للدكتور محمد عبد علي: حدث تحول السكان المحليين في غورش إلى المسيحية على يد كاهن أو راهب يدعى سمعان الغيور، وقد بنى سمعان كنيسة في الموقع وتوفي ودفن هناك، مما أسس للوجود المسيحي المقدس الأولي قبل أن تشتهر المدينة بالقديسين قزما ودميان. ملاحظة المؤلف: أجد هذا رائعا لأن هناك سمعان آخر يدعى مار سمعان جاء بعد مئات السنين، وقد جعل مار سمعان نفسه مشهورا عالميا بالعيش على عمود في جبل ليلون في جنوب عفرين ل37 عاما، ولا يزال جزء كبير من المنطقة يحمل اسمه حتى اليوم. تحت حكم العرب، غورش في عام 637 ميلادي وضعت الفتوحات العربية الإسلامية للمنطقة بأكملها هاجيوبوليس تحت الحكم الإسلامي، وأصبحت المدينة تعرف باسم غورش. ويبدو أن فتح هاجيوبوليس كان عملية سلمية تماما، بعد أن وقع أبو عبيدة وعياض بن غنم معاهدة مع الأسقف المحلي في قرية شرعين القريبة. وجدير بالذكر أن قرية شرعين لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. إذا كنت تعرف أي شخص من شرعين، فيمكنك إخباره بمدى أهمية قريته في التاريخ. بموجب اتفاقية السلام وتحت ظل الشريعة الإسلامية، سمح لسكان غورش بالاحتفاظ بإيمانهم وسبل عيشهم كمسيحيين، ومع ذلك لم يكن هذا الاتفاق يحترم دائما في مناطق أخرى من عفرين. وفي غورش بدا أن الوجود الإسلامي في المدينة قد تركز حول القلعة والمسرح والبوابة الجنوبية، وتقلصت غورش بشكل كبير تحت الحكم الإسلامي. على سبيل المثال، تقلص الطريق الروماني الرئيسي الذي كان عظيما في السابق ليصبح شارعا ترابيا ضيقا يقل عرضه عن 4 أمتار. وفي مقالات سابقة كتبتها، اقترحت أن هذا يعود إلى أن عفرين لم تعد تمتلك وصولا اقتصاديا إلى روما والعالم الغربي، بالإضافة إلى العديد من الأمور الخارجة عن سيطرة الخلافات مثل الأوبئة والمناخ السيء والحروب والزلازل. ولإعادة توطين السكان في غورش والسيطرة على عفرين بشكل أفضل، جلب الخلفاء أشخاصا جددا في أوقات مختلفة. ففي عام 692 وطن الخليفة عبد الملك بن مروان 7000 جندي من الصقالبة في مدينة غورش وأنطاكية بعد انشقاقهم عن الجيش البيزنطي في كابادوكيا. وفي عام 707
دمر الخليفة الوليد بن عبد الملك مدينة الجراجمة المسيحية في تركيا الحديثة، وأعاد توطين سكانها في غورش وأنطاكية ومناطق أخرى من عفرين. في القرن الثامن أصبحت غورش واحدة من القلاع الحدودية في شمال سوريا المرتبطة بنظام ثغور العواصم التابع لهارون الرشيد. ومع ذلك جلبت الحروب الحدودية بين المسلمين والرومان عدم استقرار مستمر. ففي عام 905 استولت غارة رومانية على المدينة وأحرقت مسجدها ونقلت سكانها. وأعاد الرومان احتلال الموقع في أوائل القرن ال11. وبعد استيلاء الصليبيين على أنطاكية حظيت غورش بأسقف لاتيني تابع للبطريركية اللاتينية في عام 1100، وأعيد تسميتها لتصبح كوريسي، حيث كانت تعمل كإقطاعية للرها. وخلال العصر الصليبي هذا ظلت غورش في منطقة حرب دائمة، ومن المحتمل أنه بالإضافة إلى الأوبئة والزلازل والطقس السيء أدت الحروب المستمرة في المدينة وحولها إلى تراجع عدد سكانها بشكل حاد. ومن المثير للاهتمام أنه لم يكتب أي شيء تقريبا عن غورش من هذه الفترة. في عام 1140 ألحق زلزال ضخما أضرارا جسيمة بالبنى المتبقية في المدينة. ثم في عام 1150 استولى الزنكيون، وهي سلالة تركية حكمت الموصل وحلب، على غورش. وبدلا من إعادة تحصينها قاموا بتفكيك أسوارها وقلعتها لمنع الصليبيين من العودة إليها. وبحلول نهاية القرن ال12 هجرت غورش تماما كمدينة محصنة عاملة من مدينة إلى مزار. نبي هوري رغم أن مدينة غورش إما لم تنجو من الحروب الصليبية أو تراجع عدد سكانها بشكل حاد، إلا أن طابعها المقدس ظل قائما. وبحلول القرن ال14 تم تحويل البرج السداسي الروماني الشهير إلى مزار إسلامي، وحمل الضريح الخشبي وهو شاهد القبر التذكاري داخل المزار نقشا يعود تاريخه إلى عام 703 هجري الموافق ل 1303 ميلادي، وتم تكريسه لشخصية إسلامية أسطورية. تحدد التقاليد المحلية هذه الشخصية باسم نبي هوري، والذي فسر إما على أنه نبي مسلم يدعى هوري أو على أنه أوريا الحثي الذي كان قائد جيش الملك داود. يجدر بنا التوقف لحظة لفحص الادعاء بأن هذا البرج الروماني قد أصبح مزاراً لأوريا الحثي. أولاً، كان أوريا الحثي ليموت في حدود عام 1000 قبل الميلاد، أي قبل 700 عام من تأسيس اليونانيين للمدينة. ثانياً، يبدو أن هناك تاريخاً حثياً غير مكتوب لعفرين، فقد انتهت الإمبراطورية الحثية ووجودها التاريخي في عفرين قبل وقت طويل من تأسيس كيروس. ومع ذلك يظهر الوجود الحثي في عفرين مراراً وتكراراً بطرق لا يمكن التحقق منها. على سبيل المثال، يفترض أن مسيحيي الجراجمة الذين أعاد الخليفة الوليد بن عبد الملك توطينهم في عفرين هم من الحثيين، وقد أعيد توطينهم في مناطق كان يعتقد أنها حثية في ذلك الوقت. انهماسات الحثيين في عفرين بعد آلاف السنين من اختفائهم من التاريخ هي أمر يستحق البحث فيه. ثالثاً، لا يوجد سوى مزار واحد آخر لأوريا الحثي، ويقع في عقرة، وهي مدينة في كردستان العراق اليوم، وهذا مزار يهودي تقليدي في منطقة يهودية وآشورية وكردية سابقة. هل من الممكن أن يكون أشخاص من عقرة قد استقروا في عفرين وأعادوا إنشاء مزار أوريا الحثي في مبنى روماني مقدس؟ تماما كما هو الحال مع حثي عفرين، فإن هذا الأمر يستحق مزيدا من البحث والدراسة. بعد الحروب الصليبية لم تنهض مدينة غورش مرة أخرى، وبينما لا يوجد ذكر تاريخي لمدينة غورش من قبل سكان المنطقة الأصليين، قد شهد الرحالة الأوروبيون الأوائل على حالة الدمار والهجران التي آلت إليها. وقد ربط ريتشارد بوكوك بين غورش وكيروس القديمة عام 1745، وكتب قائلا: هناك بقايا معتبرة من المدينة القديمة، ووصف كيف كانت القلعة تقف على جبل كان أكثر ارتفاعا وصعوبة في الوصول إليه من موقع المدينة. ولاحظ أن أسوار المدينة كانت عظيمة جدا بالنظر إلى الأساسات المتبقية، وأن المنازل بنيت من حجارة مربعة مصقولة جيدا، وأشار إلى بعض النقوش على القبور خارج الأسوار. وأيد ألكسندر دروموند هذا التحديد في عام 1754 رابطا الأنقاض بالأسقف ثيودوريت. وكتب
غورش التي كانت تعرف قديما بسايروس هي مدينة في سيرستيكا، والتي كان اللاهوتي الشهير ثيودوريت أسقفا لها. رغم زوال مدينة غورش للأبد، ظل برجها الروماني الشهير قائما كمزار لنبي هوري. وفي عام 1885 بني مسجد صغير ومصلى بجانب الضريح الروماني، واستخدم البرج كمئذنة. وللمرة الأولى منذ 1000 عام على الأقل، أصبح نبي هوري نقطة محورية للقرى المحيطة. وحافظ سكان قرية هفتير القريبة على تقليد التجمع في نبي هوري تناول وجبات العيد الجماعية. واعتبر المصلون نبي هوري نبيا كرديا، وتجمعت التكايا الصوفية المحلية هناك سنويا لإحياء احتفالات المولد. تأسست قرية شيخورز التي يجمع اسمها بين كلمة الشيخ في إشارة إلى نبي هوري وخورز أي كورش في مكان قريب، وأصبحت مركزا رئيسيا لحركة المريدية الاستقلالية في ثلاثينيات القرن العشرين. كانت حركة المريدية الاستقلالية حركة مناهضة للاستعمار وذات دوافع دينية من الفلاحين الذين لا يملكون أرضا، والذين اتخذوا من مزار نبي هوري مسجدا وقاعدة روحية لهم. وقد اشتهر أتباع المريدية بقولهم عن التضاريس الواعرة: جبال شيخورز هي جانب الموت، كشهادة على تصميمهم في المقاومة. ولا يزال الموقع مكانا مقدسا للمسيحيين أيضا. ففي الأول من أكتوبر عام 2005 أقام رجال دين مسيحيون وحجاج من حلب حجا وصلاة جماعية في أنقاض كنيسة رومانية كانت بارزة في السابق. ملاحظة وفقا للدكتور محمد عبد علي: حرف الأكراد والأتراك المحليون في العهد العثماني تاريخيا الأسماء العربية كورش إلى خروز وخروز وخورز وكروش وكوريش وخروس. وبدلا من ذلك هناك نظرية محلية تفيد بأن اسم هوري هو تحريف لاسم الإله الزرادشتي أهورامزدا، في حين أن كلمة نبي تأتي من الإله الرافديني نابو أو نيبو. وبالنسبة لتقليد أوريا الحثي، فإن المخطوط التاريخي الدر المنتخب في الصفحة 225 يحدد القائد باسم أوريا بن حنة، ويضع وفاته في المعركة ودفنه في هذا الموقع تحديدا. إعادة اكتشاف غورش بدأ أول استكشاف علمي حديث لمدينة غورش القديمة في عام 1952 عندما أطلقته البعثة الأثرية الفرنسية أول مسح وتوثيق منهجي للأنقاض. وركزت هذه الدراسة الأثرية الأولى على المسرح الروماني والكنيسة الشرقية والشارع الرئيسي البازلتي ومعبد جنوبي ومنازل غربية. ومنذ عام 1952 وحتى عام 2010 جرت العديد من الدراسات والاكتشافات الأثرية في نبي هوري بمشاركة دول من مناطق بعيدة مثل اليابان. ولولا هذه الدراسات لما كان بالإمكان كتابة سوى القليل من هذا المقال. ولسوء الحظ بعد عام 2010 احتلت منطقة نبي هوري من قبل مسلحين ونهبت على نطاق واسع. ثم قامت الحكومة التركية بإعادة تشكيل موقع نبي هوري لمنح مظهرا عثمانيا أكثر، بدلا من إعادة بناء المباني الرومانية بطريقة دقيقة تاريخيا. ومع ذلك، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في عفرين اليوم، يسعدني للغاية أن أرى أن سكان عفرين الأصليين أصبحوا مهتمين بتاريخهم الآن أكثر من أي وقت مضى. وبغض النظر عن القطع الأثرية التي سرقت أو الأحجار التي شوهت، فإن الكثير من المعرفة حول نبي هوري لا يزال محفوظا في المجلدات والأرشيفات والمقالات حول العالم. وبهذه الطريقة يمكن لأولئك الذين لديهم فضول لمعرفة تاريخهم أن يكتشفوا ما سرق أو دمر. وكما يتضح من هذا المقال، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه من نبي هوري، وأعتقد أنه سيتم التوصل إلى المزيد من الاكتشافات في المستقبل. تقاليد وعادات نبي هوري. أثناء البحث في تاريخ نبي هوري، إليكم بعض التقاليد المحلية التي وجدتها حول نبي هوري. وقد سجلت هذه التقاليد من قبل صناع محتوى على يوتيوب مثل آخ ولاد وعفرين 366 وخليل سينو. نبع الشفاء للنبي هوري. في قرية شلتاتي يحدد السكان مصدر نهر جرمك الموسمي بأنه ينبع من نبع النبي هوري أهي أنهيمي هوري أسفل قلعة هوري. ويشير القرويون إلى أن المياه تكون دافئة في الشتاء وباردة في الصيف، ويعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك خصائص شفائية مقدسة.
وفي كل يوم أربعاء يسافر الناس من جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك حلب إلى هذا النبع، ويستحم الذين يعانون من الصداع أو آلام المفاصل أو آلام الساقين أو العقم في المياه ويجمعونها، معتقدين أنها تحمل بركة إلهية تشفي عللهم. وبينما يزور المسلمون النبع بشكل أساسي يومي الأربعاء والجمعة، يزوره المسيحيون المحليون أيام الأحد، مما يجعل النبع موقعاً مشتركاً للحج والنزهات. أضاحي وولائم العيد الجماعية. يحافظ المصلون من قرية هفتير على تقليد زيارة نبي هوري خلال العيد ومهرجان الربيع نوروز، وتجلب كل عائلة حيواناً مثل شاة أو دجاجة إلى الأنقاض للتضحية به. ويقوم أهالي غرة هفتير وأبيدان والمجتمعات المجاورة بنصب موائد جماعية كبيرة وسط الأنقاض، ويطبخون الطعام ويتشاركونه. ويقود وجهاء القرية هذه التجمعات لضمان توزيع اللحوم بحيث يأكل الجميع الشعب بأكمله. حصى تحقيق الأمنيات. على الجدار الخارجي الشمالي للمسجد توجد تجاويف ضحلة في الكتل الحجرية القديمة. يقوم المصلون بتمني أمنية ومحاولة إدخال حصاة صغيرة في أحد هذه التجاويف، وإذا بقيت الحصاة في مكانها يعتقد أن أمنيتهم ستتحقق دون الحاجة إلى تقديم أضحية في المقابل. وهذا تقليد رأيته في العديد من المزارات في عفرين، ويذكر بالتقليد الشهير المتمثل في وضع الأمنيات في حائط البراق في القدس. تعليق أقمشة الأمنيات. بالقرب من مجمع المسجد والضريح توجد مجموعة من الأشجار المقدسة، ويقوم الحجاج الذين يسافرون إلى الموقع بتعليق قطع من القماش مكتوب عليها أمنياتهم وصلواتهم الشخصية على أغصان الأشجار، التماسا للبركة والشفاء وحسن الطالع. طبعات الكف بدم الأضاحي أو كف فاطمة. يقوم الحجاج الذين يضحون بالحيوانات في المزار بطقس وقائي عن طريق غمس أيديهم في دم الأضحية، وترك طبعة كف تعرف محليا باسم كف فاطمة مباشرة على جدار المسجد، ليكون بمثابة رمز قوي للحماية الروحية ضد الشر والمصائب. وفي أحدث فيديو رأيته لنبي هوري من قناة عفرين 366 يبدو أن هناك كتابات على هذا الجدار أكثر من طبعات الأكف. ربما تكون هذه علامة على زيادة حديثة في القدرة على القراءة والكتابة. دنجبيج يحتفى بأنقاض قلعة هوري في الأغاني الشعبية الكردية المحلية كرموز لجمال عفرين الأبدي. وفي قرية كوكانه جورين وهج قاسما يعدد مغنو الدنجبيج القلعة إلى جانب سهل جومة وجبل هوار وأشجار الرمان في عفرين، وهم يغنون سهل جومة، جبل هوار، قلعة هوري، أشجار الرمان، سيعود الربيع إليك يا عفريني. دیلانا نازلی بهنا زیتون رش چاون و مینا کانیا چیای لیلونه بوکامه رومتو رونیا آفرینه به ارده دخل دل ما بکینه به ارده دخل دل ما بکینه نازلی گلابیام دنگ بای چیای گور دنگ بای چیای گور را به سرخو دیلانه بگرینه دویده دیلانه بگرینه روح ما بترادف رمیناتی رومتا میدنا واوان حیفو ابد مل بمل ام تفدد ماشن دريده
دفي رادبة عد برمد الأرزة نازلی تزینا مید ناواوی گنده کفنار بیهنا بهار جروی تت مینا برفو بار بیهنا بهار جروی تت مینا برفو بار نازلی گلابیام دنگی بای چیای گور دنگی بای چیای گور را به سرخواتی لانه بگرینه دویده لانه بگرینه روح ما بتراد فرمیناتی رومتا میدنا وان حیفو ابد گلا آفرینه نازلی رومت